السلام عليكم. بصوا، تحبوا نعمل بيتزا زي دي؟ تعالوا معايا اوريكم تعمل ازاي. اول حاجه ان احنا بنستعمل فيها عجينه السيراميك. اوكي، هنعملها في المطبخ الصغير ده. والله العظيم هنعملها في المطبخ الصغير ده، وكمان في البوتاجاز الصغير ده. تعالوا بقى نشوف. اهو هنحط هنا البيتزا، وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. مكونات البيتزا بقى عندنا. انا خمرت امبارح العجينه، طبعا بقالها كده 4 ساعات. اهي خمرت وبقت ما شاء الله حلوه. دي عجينه سيراميك. وبعدين حضرت لها كل الحاجات اللي بنحط فيها. عاوزه احط فيها حتة فراخ دجاج، وكمان عاوزه احط فيها فلفل رومي. الحاجات دي كلها معموله بعجينه السيراميك يا جماعه. ودوت فلفل شرايح طويله. وبعدين ده زيتون. الحاجات دي انا بعملها بعجينه السيراميك، ودي كاليماري بعملها بعجينه السيراميك واسيبها كده هوت لوقت حاجه، يعني عشان تنشف وتبقى جامده. ودي طماطم عشان لما اجي استعملها تبقى ايه جامده، تطلع ما تدخلش مع العجينه يعني. وده بابيروني. هي دي الحاجات اللي هنستعملها في البيتزا. وكمان حضرت الصلصة اهي، معمولة برضو من عجينة السيراميك السايلة. واديت لها الالوان بتاعتها المناسبة عشان تبقى زي الصلصة بالظبط. اهي حلوة اهي ما شاء الله. نبتدي بقى نفرد العجينة. هنحط شوية دقيق وهنجيب العجينة عندنا. ما شاء الله خمرانة وزي الفل اهي. ونعجنها كده كويس عشان ما تلزقش في ايدينا. انا دايما لما بحب اعمل العجينه ما بحبش ان انا اقطعها بحاجه دايره كده اهوت مدوره بالظبط، لان هي حتى في المحلات ما تبقاش مدوره كده بالظبط. بفردها بالطريقة دي وبفرد الحروف بتاعتها زي ما هوريكم دلوقتي عشان تبان طبيعية أكتر. العجينة لما بفردها بعمل كده زي ايه حوالينها كده هوت، برقق العجينة من الحروف. وبعدين بروح لفها كده برمها على فوق. هتطلع مدورة بس مش مدورة كأنها معمولة بالبرجل، يعني مدورة 100% عشان تبقى انت طبيعية. تمام. لو احب احط فيها جبنة من جوه ممكن نروح حاطين عجينة تانية، شريط كده جبنة مدور طويل. اوكي، ونحطه من جواه. بس هنا هنعملها ايه سيمبل خالص. كده دورنا العجينه وشوفنا كده الشكل بتاعها اللي احنا ايه عاوزين نكشكشها شويه، يعني نصغرها شويه في الحجم ممكن. كده كده ان هي هتصغر في الحجم. انتوا عارفين عجينه السيراميك لما بتنشف بتصغر في الحجم. اهي كده تمام. ممكن نعمل 2 3 ونحطهم، ونبتدي بقى ايه نحط الحشو فيهم حبه حبه. الخطوة اللي جاية هنبتدي بقى ايه نجيب الصلصة اللي احنا عملناها. الصلصة دي احنا عملناها من عجينة سيراميك برضو، وضفنا لها شوية الوان عشان تبقى ايه نفس اللون بتاع الصلصة. هنفردها جوه، مش هنحط كتير، ما فيهاش سوائل. هنفردها جوه بالفرشة بالطريقة دي، ونحاول نغطي المساحة كلها. الصلصة دي لو زادت معانا شوية مش هنرميها، هنسيبها ونحطها في العلبة دي في التلاجة لما نيجي نستعملها في حاجة تانية. ممكن نستعملها كصوص للخضار لما نيجي نعمل خضار او اي حاجة تانية. تمام كده. طبعا انتوا شايفين الصوص وانا بحطه ما فيهوش سوائل. اوكي، عشان العجينة بتاعت البيتزا ما تدوبش. وبعدين نيجي بعد كده نشوف احنا بقى هنعملها بايه. انا حبيت مثلا احط فيها قطع الدجاج. قطع الدجاج دي بتتعمل برضو بعجينة السيراميك، وبسيبها واقطعها بالشكل ده واسيبها. دلوقتي العجينه بتاعت البيتزا طريه والدجاج جامد، فهيبقى حلو قوي، مش هيندمج قوي، يعني عارفين مش هيتعجن مع بعض. ونفس الموضوع الفلفل، شرايح الفلفل اللي انا عاملاها حطوا بقى اللي انتوا عاوزينه. انا هنا حطيت فلفل وحطيت قطع دجاج، وبعدين رحت موزعه زيتون. الزيتون ده عباره عن الفوم الصغير. ونحط بقى إيه اللي احنا عاوزينه بعد كده تاني. هنحط ايه هنا. هنا حطيت حلقات بصل، ممكن تعتبروها حلقات كاليماري لو هتعملوا سي فود. تمام. برضو بعجينة السيراميك. ودوت هنا عندنا بابروني عاملاه برضو شايلاه. طريقة العجينة السيراميك موجودة عندي في القناة، هسيب لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس تحت. بعد ما وزعت الحاجات دي كلها كده، طبعا الصوص الاورنج اللي تحت دي طرية، فهيلزق فيها الحاجات اللي احنا حطيناها. هنجيب بقى الجبنة الموتزاريلا اللي احنا كنا مسيحينها، ونبتدي نحطها كده بطريقة احنا مش عاوزين نغطي الحاجات اللي احنا حطيناها، احنا عاوزينها تبان. فنحط بطريقة كده بعاد عن بعض شوية.
تمام. الجبنه الموتزاريلا عباره عن عجينه سيراميك، وضفنا لها شويه لون ابيض وشويه لون مصفر كده اهوت. احنا هنا بنستعمل الوان الباستيل، ونحطها بالطريقه دي. تمام. لزقت شويه. اللون دوت هيغمق سنه، تبقى عاملين حسابنا في الحكايه دي اهي. وحطوا كميه كبيره، مش مهم، مش غاليه الجبنه، ما تستبخلوش في الجبنه في البيتزا عشان تطلع حلو. تمام. هنيجي بعد كده، بعد ما حضرناها، ممكن نحط من فوقيها كده شويه فلفل اسود كتوابل يعني، او اوريجانو. تمام. هنيجي بقى مرحله ان احنا ناخدها ونوديها نخبزها في الفرن. طبعا انا ما اقصدش هنا الفرن الحقيقي، انا بس بقول عشان الفيديو، انما احنا بنعمل ايه، بنسيبها تنشف في الجو. نفتح الفرن، كنا حاطين درجته على 180، ندخل البيتزا وناخد بالنا ايدينا ما تتلسوعش، ونقفل الفرن كويس جدا، ونسيبها كده من 15 ل 20 دقيقة. لازم الفرن يبقى مقفول. خلاص، بعد ما 15 او 20 دقيقة نفتحها نلاقيها احمرت كده اهوت. شايفين احمرت؟ يا سلام يا سلام، سخنة، خلوا بالكم ايديكم. ونطلعها على الخشبة دي. خلوا بالكم خلوا بالكم. وبعدين نطلعها نحطها على الرخامة بتاعة المطبخ. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. بيتزا، ولا تقولوا لي بيتزا هات ولا مش عارفة بيتزا ايه اهي. تمام. انا بقى المفروض ان احنا نقطعها بعد شويه، بس انا عشان الفيديو وعشان اوريكم شطارتي هقطع لكم جزء منها كده اهوت عشان تشوفوها من جوه عامله ازاي، وان هي ايه، مش معجنه. هنجيب السكينه اللي احنا برضو عاملينها بفن مصغرات، ونقطع جزء كده اهوت. يا سلام يا سلام، الجبنه جوه سايحه، شايفين عامله ازاي؟ شايفين. وبعدين نقطع الجزء ده كده. طبعا انا مش عارفه اقطع عشان ايد بصور بيها والايد التانية بقطع بيها، عدوها بقى. ونيجي بقى نروح نشيل الربع اللي احنا قطعناه ده، الجبنه عليه سايحه، ونشوف هيبقى شكله ايه. انتوا طبعا هتقطعوها ومش هتبقى ايديكم التانية مشغوله بالكاميرا اهي. اوبس، ما شاء الله ما شاء الله، هي اللي بتاعها سخنه في ايدي. القهوه اتدلقت، كل ده عشان البيتزا. ماشي. وادي الربع اللي احنا عملناه، بس انا انصحكم انكم تقطعوها بعد ما تبرد. شايفين؟ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. بيتزا معموله بطريقه حلوه، واتمنى انها تكون عجبتكم. جربوها واكتبوا لي في الديسكريبشن بوكس ايه رايكم. وبالهنا والشفا. باي باي. Thanks for watching. If you really liked the video, please like, share, subscribe, and turn the notification bell on. Hope to see you in my next coming video. Thank you and bye bye.